افتح كده ويا رب. هل الحظ يضرب المرة التانية قصدي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبة ايه فوتبول او بيس 2024 اللي هتنزل يعني كذا كل حلقة، مش كذا حلقة ده، كل حلقة بقول كده بس تمام. طبعا يا شباب الحلقة اللي فاتت مش محتاج اقول لكم جالنا مين. جالنا ديل بيرو اقوى واحد في الباكج طب والله انت قليل ادب، يا رب ما يجينا يا رب ما يجينا الوقت ده، بس لو جالنا عادي يعني. طب جالنا ديل بيرو اقوى واحد في الباكج، انا استغربت الحقيقة. بس ايه، لويس فيجو دي ده، انا بصراحه خلاص حتى لو ما جاليش حد احمد ربنا يعني على اللي جالي. مش هطمع. تمام. فماشي يعني مش عايزين نطمع يا شباب، فزي الفل. افتح كده ويا رب. هل الحظ يضرب المره التانية قصدي. ماشي والله حظ، ولا بيضرب مره اولى ولا بيضرب مره. والله كويس يعني، ماشي 3 نجوم بس، يعتبر لعيب معروف يعني نعرفه الحقيقه. بس والله عاش يا شباب. باكج ايبك المجاني كويس يعني، ممكن ناس كتير تكون جابت منه شوية لعيبة. بس تعال نلعب الناشونال تيمز ده ونجرب ديل بيرو. ما عملش حاجة، هنجربه هنا يا شباب. هنجربه في المركز ده، نشوف كده ايه اداؤه يعني. وطبعا رونالدو مش محتاج اقول لكم، الحلقة اللي فاتت لعب معانا كان جامد الحقيقة، بس يعني ما اداش قوي. فيلا، وعي هجومي كويس رونالدو يعني من اللعيبه، وكيكنج باور عنده والسرعه. احنا مطورينه في الناحيتين دول يا شباب، لو شفتوا يعني الفيديو اللي فات. فزي الفل، يلا بينا نخش نشوف مين ايران. فرقه ضعيفه شويه نوعا ما. كويس نوعا ما، ايه ده، ايران ضعيفه أوي. تمام زي الفل. مقارنه بتشكيلتنا يعني يعني مفيش مقارنه طبعا. تمام زي الفل. دي البيرو، اتمنى تعمل حاجه. هتقولوا لي يا شباب هو انت ده مش مركزه الاساسي، مش مركزه الاساسي. يعني انا العبه فين؟ العب بأني خطه طيب. ماشي. عايز خطه تكون فيها اس اس. بيلعب كويس في المركز بتاع الاس اس يعني، بس ديل بيرو مركزه حلو يعني. ثانيه يا نهار ابيض. تقريبا صانع العاب بالظبط. بص يا شباب، واقف في مركز صانع الالعاب بالظبط. تمام. حلو. ديابي مولر، هو ديابي مولر اللي بيعملوا حق. او بص الهجمه، هجمه منظمه. لكن رونالدو وديل بييرو ما بيعملوش حاجه، ولا ستيرلينج. يعني دول ما عملوش اي حاجه الحقيقه. حلو. هندخل اللي احنا بنلعب بيهم عادي ونشوف الاداء بقى، الاداء الصح الرجولي. تمام. مين اللي كنا بنلعب بيه؟ بس يا رب، ايوه فيني كنا بنلعب بيه هنا في المكان ده، خليكم فاكرين. وراس الحربه بتاعنا اللي على طول كنا بنلعب بيه مبابي. تمام. بس مبابي لا، فخليه دلوقتي بلاش مبابي يعني، خليه ليفا. ديابي كنا بنلعب بيه الناحيه التانيه. آم بس يعني يا شباب ديل بيرو بصراحه مزعلني في المركز، هو ما بيلعبش المركز ده، فازاي هأدي؟ فاحنا ممكن نغير التشكيله خالص. تمام. نجرب كده ديل بيرو الناحيه التانيه، ولا ايه؟ هو بيلعب فين؟ الناحيه التانيه اعتقد بيلعب هنا احسن. تمام زي الفل، مع انه بيلعب في الناحيتين يعني. بس كويس مولر هنا، مولر هول بلاير هنا هيكون جامد يعني. بس نزله هنا، بحب العب بمولر هنا. تمام. فيني دخل نيمار ومولر بيبقوا حلوين برضو مع بعض. تشافي خليه هنا، وبيلينجهام اوبا. هتعرف تلعب هنا بيلينج ولا ايه؟ ات كيميتش هنا. بدل تعرف. ماشي يا عم توموري هيأدي هنا. تمام. بافارد هنا. يعني تمام ماشي. كويس. آم بس كده. لا والله ديل بيرو مش عارف. تمام زي الفل كده، زي الفل يا شباب. هو الحارس طبعا الاستامينا بتاعته ما بتضيعش، بيفضل مرتاح يعني طول الماتش. حلو. كويس. حلو. لا، وهي مش عارف كلاسيك نمبر 10 ده يلعب فين بصراحة. تمام. يعني نمبر 10 ده صانع العاب. لا تمام. لو كانت ستاننج دي وكان عنده الفينش والاكيورسي بتاعته كان عالي يعني، اللي هي بتاعت الدقة يعني بتاعت القدم بتاعته، لا كان دخلها ان الزاوية مفتوحة اصلا. تمام. ولا هجمة لينا على المرمى دلوقتي غير
هجمات بس بسيطة. بص بيجي فين عشان يقطع زاوية التمرير. تمام. كيميتش عدت ما عدتش. تمام. خلي بالك بس، خلي بالك عشان احنا بنلعب بخطة تانية وخطة غريبة ما لعبتش بيها قبل كده. خلي بالك. جون جون جون. ازاي؟ طب ماشي. حلو. كويس. تشافي معاك. تشافي لا قطم، هيلعب عرضية اكيد. عرضية فعلا، عرضية فعلا يا ابن اللعيبة. تمام. حلو. ماشي. توموري اطلع بالكرة، اطلعوا بالكرة يا رجالة. تمام. زي الفل. ابو فرد اهو. حلو يا شباب والله بنلعب كويس اهو. بنينا الهجمة كويس قصدي. تمام. زي الفل. يعني ديابي اقطم. حلو. ليفا. ليفا. كنتش عايزة كده، كنت عايزة ستاننج بس. تمام. حلو. اكيد علينا مليون في المية. زي الفل. 0-0 يا شباب، واداء وحش جدا في الماتش. ديل بيرو يا عم في ايه؟ تمام. حلو. حتى مش جول بوتشر، لو جول بوتشر اضمن لكم اللي هو هيبقى كويس، بس اسلوب اللعب بقى اهم حاجه التحرك اصلا. تمام. لا. كويس. اديونج يا رب توصل. وصلت. بيضغطوا علينا هم، خلي بالكوا يا شباب. المس بس دي. المس المس المس، انا عايزك تلمس. والله بص يا شباب، ده اخر حلقه العب بيه. لا قاعد يعمل كده لان انا مش هجربه. هو معنى اللي هو ايبك هيبقى قوي يا ابن اللعيبه نيمار. والله نيمار ده ايه. تمام. كويسه البيرو والله كويس، وهي بتلف عملت سويرف كده كويسه بس برضو. اه بص بافارد. والله لاجلب. اجري بالاتنين. تمام. هضغط عليه جامد. تمام. اوعى ديونج يا ابن اللعيبه. ديونج بالهبل، تسديدات بالهبل، مش هيلحق اكيد يا عم. عايزين نقتل ايران بقى. تمام. ورونا. تمام. بص يا شباب هوريكم دلوقتي بعد ما اطلع. اخلي البيرو هنا وابدل بقى. يعني جيب مثلا جيب فيني. والله فيني يعني بيعمل اداء. تمام. وجيب ميسي وخليه اس اس. خليه اس اس. مش عارف اسلوب لعبه ايه في النسخه دي، بس خليه اس اس. حلو. كريتيف بلاي ميكر. بروفليك وينجر انا عايزه. لا. خليه بروفليك وينجر. أم ات مثلا ثانيه. لا مش عايزين ميسي. تمام. ايوه ات رافائيلياو. وخليه مش اس اس خالص. خليه لا والله ما بيعرفش يلعب هنا. طب وديه الناحيه التانية. وات ات يا عم. ايه ده التجانس قل. طب. طب بص يا شباب، هيلعب عادي. هو كده. تمام. زي الفل. شوفوا بقى الاداء ده. هول بلاير ده بروفليك وينجر. الاتنين بيلعبوا اعتقد يعني. ليفا طلع. كيزا ده بروفليك وينجر. ديابي طلع. ونزل فينيسيوس. روميلينج فلانك هيأدي يعني. تمام. بيعرف يلعب على الاطراف الاسلوب ده طبعا. تمام. بص يا شباب. بص ديل بيرو. اوبا. هجمه كويسه دي. هجمه كويسه جدا. لو كانت عدت يا ديل بيرو حتى مش عارف يزود السرعه، بس ضغط عليه جامد. حارس شتتها. تمام. زي الفل. كويس. حلو. ماشي. بص يا شباب. بص تحرك. بص مولر. يا ابن اللعيبه مولر. هانيمار. احمر. تمام. تمام. حلو. لا انا عارف قريها. حلو. بس انا هضغط عليه بالاتنين يعني. ايوه بس كده. حلو. كيميتش. اطلع تشافي المس. تمام. زي الفل. كويس. حلو. ماشي. بص. حلو. زي الفل. كويس. زي الفل. فيني. عندك مهارات انت. تمام. عنده مهارات قصدي، عنده مهارات باص. فعشان بحب العب عرضيات بيه يعني، مع انه هو اصلا مش مميز فيها. خلاص اتعادلنا كده. ما دام الهجمه دي يبقى اتعادلنا. حتى ممكن ما يجيبوش جون من عرضيه. الحته دي صعبه جدا. تمام. 0-0. ولا اداء ولا اي حاجه، ما عملناش حاجه الحقيقه. انا حبيت اجرب ديل بيرو بصراحه يعني. بس ماشي. زي الفل. كويس. ماشي. هيلعب بعد كل ده. وهينفع هينجح في لعب العرضيه كمان. لا والله. تمام. سيب الهجمه المرتده دي، حتى ما كانتش هتيجي لان نيمار هو اللي بيجري. عارفين لو كان اي حد من السرعات اللي عندنا وكيميتش نزلناه ما عملش حاجه طبعا.
ماشي يا شباب، كويس. يعني البيرو بصراحة، ما قولوا لي تحت في التعليقات ألعبه في أنهي مركز. أعتقد هو هيأدي أكتر من كده لو لعبته في مركز مناسب ليه. أعتقد هو مش وحش للدرجة دي. فتمام يا شباب، هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك واشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.